ليه بيبان إن ربنا والكتاب المقدس ليهم موقف سلبي من الجنس؟ كل ده من كلمة التعفف. التعفف مش موقف سلبي، ده إيجابي جدا. يمكن تستغربوا، بس التعفف مش معناه ما تعلمش كده عشان ده خطية أو غلط. لا، ده معنى استنى واصبر، عشان الجنس أمر جميل ورائع ويستاهل إننا نحميه. هتقولي بس بص، شوف الكتاب بيقول إيه ضد الجنس. استنى شوية، هقولك إن مفيش ولا آية في الكتاب المقدس من سفر التكوين لحد الخرايط، يعني لا، لحد سفر الرؤيا، ولا آية واحدة في الكتاب المقدس بتتكلم إن الجنس خطية أو غلط أو نجاسة. ده اللي أنا أعرفه كل سنين خدمتي، وأنا بقول لأي حد اتفضل خد كتابك المقدس أو كتابي وطلع لي آية واحدة بس بتقول إن الجنس خطية. مرة كنت بتكلم لأكتر من 500 أب وأم ولمدة 3 ساعات عن إزاي تتكلم مع أولادك عن الجنس. كخادم لازم تكون كتابي صريح، ما تزورش الكلام، وبكده هتنجح. وانتوا كمان تعودوا على كده وانتوا لسه شباب. كنت بتكلم معاهم من أول جلسة في الندوة، قلت ملحوظة إنه مفيش ولا آية في الكتاب المقدس بتتكلم إن الجنس خطية. وأول ما خلصت وأخدنا بريك، لقيت واحدة ست قامت من الصف اللي وراني وطلعت تجري قدام ناحيتي. ما كانتش بتتكلم، بس حركتها العنيفة كانت كفاية. وأول ما قربت مني صرخت في وشي وقالت لي أنت مقرف، وحطت قدامي ورقة وكانت ماسكاها في إيدها وطلعت تجري بره. كل الناس اندهشت إلا أنا. ابتدوا يقوموا من أماكنهم عشان ياخدوا البريك. قلت لهم لا، استنوا شوية، قبل البريك خليني أقول لكم إيه اللي مكتوب في الورقة دي. وكنت متوقع إيه اللي مكتوب فيها بالظبط. مكتوب فيها هو أنت مش مكسوف من نفسك؟ وبعدين كتابة بخط كبير قوي آدي اللي ربنا بيقوله عن الجنس، وكانت كاتبة 10 آيات من الكتاب المقدس. بس تعرفوا، ولا آية منهم كان ليها أي علاقة بموضوع الجنس. تقول لي بجد؟ هديكم مثال. أول آية كاتباها كانت اللي في كورنثوس الأولى 6:18، لما كان الرسول بولس بيقول اهربوا من الزنا، الذي يزني يخطئ إلى جسده. الآية دي مش بتتكلم عن الجنس، لكن بتقصد إساءة استخدام الجنس. فهمني؟ كل الآيات اللي كتبتها ملهاش أي علاقة بالجنس اللي ربنا خلقه فينا لغرض معين، لكن كل الآيات دي كانت بتتكلم عن استخدام الجنس بعيدا عن الطريقة اللي خلقها الله واللي كان يقصدها. عارفين إيه الغلطة اللي عمالة تحصل من سنين في كل بلد وكل ثقافة من الآباء والجدود والوعاظ في الكنايس؟ إنهم بياخدوا الآيات اللي بتيجي في الكتاب المقدس عن إساءة استخدام الجنس ويطبقوها على الجنس، ونتيجة كده يربوا الأجيال الصغيرة على فكرة إن الجنس نجاسة وخطية. طب بكرة بقى إزاي أي حد ممكن يتجوز ويدرك إن الجنس شيء جميل ورائع؟ وأنا أقدر أقول إن التعليم اللي يقول إن الجنس خطية ونجاسة كان السبب اللي حطم جوازات كتير قوي أكتر من أي حاجة تانية.